إلا الحكومة الفاسدة تقتل الشباب علني بواسط، بس شنو اللي صار وشنو السبب؟ على الشباب، قتلوا الشباب ذولا، حكومة واسط المجرمة، حكومة واسط المجرمة قتلوا الشباب. لعنة الله عليكم وعلى أحزابكم يا فاسدين. شفتوا يا شعبنا، سبق وان حذرناكم من هذا الشيء وقلنا لكم لا تظلون ساكتين وقاويها بس مظاهرات واحتجاجات، لين راح تمردون يتفرعنون عليكم. وفعلا صار اللي خايفين من عنده. هسه بدل ما يستخدمون المي الحار والعصر والدخانية، صاروا يستخدمون الرصاص الحي يقتلوكم علني بلا خوف ولا تردد، لين شافوا أقوى شي عندكم هي مظاهرة سلمية وترجعون لبيوتكم كل شي ماكو. وبعد كل هاي الفضايح والملفات الفاسدة والمليارات والملايين الدولارات اللي طلعت عليهم، هم بعدكم طالعين احتجاج ومظاهرة إيدي كافي عاد، منطققتوا رواحنا وتعبنا. والله خزيتونا، إلى متى تظلون هيك تجدون حقوقكم؟ اطلعوا عليهم ثورة مسلحة واسحلوهم هم وجاهم وخلاهم. ترى هذا اللي يمثلون عليكم أمريكا وعلي الزيدي هو مجرد تمثيلية وسيناريو قديم وصار معروف. إلى متى تظلون هيك يضحكون عليكم وعلى عقولكم ومصدقين إن هذا يجي يحرركم وينقذكم ويخلص على الفاسدين؟ ترى هو واحد من عندهم ومستفادين من هاي الصفقة بينه وبين أمريكا، وتالي ما تالي حاطينهم سجون VIP ومترفهين كل شي ما عليهم، حالهم حال نير اللي همينا قبل كم سنة سوى كل هاي البلاوي وباقنا وسرقنا وخلى كل شي عنده بالدول، وتالي ما تالي ضحكوا عليكم بالمحاكم على أساس راح يقاضونه، وهلاك هو بالدول مترفه هو وعائلته. إلى متى تظلون هيجي؟ ترى اللي دا ياخذونه من عندكم بالسلاح ويستخدمون السلاح ضدكم ما يرجع إلا بالسلاح. اصحوا عاد وخلوكم صف واحد وثورة مسلحة. وحياكم الله، وأنا ماجدة في جيش أسد صدام، تنظيم بعثي صدامي بقيادة القائد البطل أسد صدام، حفظه الله ورعاه، ودمتم في أمان الله.